طبعا اليوم تفاجأنا بالأخ محمد من دولة اليمن. أهلا وسهلا. الرجل صراحة يريد يحكي عن كرم البصرة وعن طيبة البصرة وعن أهل البصرة ومدى استقبال أهالي البصرة إلى الأخ محمد عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، أنت اليوم تتكلم عن البصرة وعن أهل البصرة بصورة خاصة وعن أهل العراق بصورة عامة. شنو رأيك باستقبالهم لكم؟ استقبال رائع، استقبال غريب ولا مصدق. هسه الحين اللي يشاهدونا خلف التلفزيون ما راح يصدقون الكلام اللي راح اقوله. انه يجيك اكل شخص، ادخل مطعم احاول اعدل من لهجتي، ابغى اكل ما يخلوني احاسب، اخذ صاحب العراقي يقول له ما ابغى احاسب، يقول لي طيب بغيت اوصف البصره بوصف عصام الشوالي. الله، يلا مسامح لي يا اخوي؟ اي عادي، يعطيك العافيه. عجيبة رهيبة لما احضر بريتها يوم ابو مشاهدتها يوم. كم انت عجيبة ايتها البصرة، كم انت حلوة ايها البصرة، كم انت كريمة، كم انت صاحبة غيرة. شنو هذا؟ ما هذا يا البصرة؟ شنو تفعلون؟ لم يكن يوم كاس الخليج 25 بطولة، لن اي الدول تقدم استضافة ولن تقدم كرم ولن تقدم هذا التعبير، الصورة الجميلة نريد ننشرها من شط العرب من بين اجتماع نهر دجلة والفرات. بصرة العرب، بصرة أم الخير، عراق الرافدين، عراق وسود بابل. شنو هذا؟ ما هذا يا ابن العراق؟